حدوتة النهاردة مع الأسف بطلها حرامي. ولد صغير بس حرامي وبيخش يسرق الفلوس من أوضة أهله. طبعا دي حاجة ما تصحش خالص، ما ينفعش حد يسرق فلوس من أهله لأن أهالينا أكتر ناس بتخاف علينا. تابعوا الفيديو ده وهتشوفوا ازاي الأهل أكتر ناس بتخاف على أولادها. هو أخد الفلوس وقعد يديها للناس ويشتري حاجات كتيرة ويروح يلعب ألعاب كتيرة في الملاهي ويفضل عمال يلعب لغاية اما الفلوس بتاعته بتخلص. اما الفلوس بتخلص بيشوف هيعمل ايه تاني، انا هسرق فلوس. لقى واحد بيفجر البنك وبيسرق فلوس من البنك. الفكرة هايلة، انا لو سرقت فلوس البنك دي اكيد فلوسي عمرها ما هتخلص. رجع البيت وقعد يخطط للفكرة. وهو داخل البيت مامته قالت له انت اللي سرقت الفلوس مننا، تعالى هنا يا ولد تعالى هنا. ايه ده، انت جايب الفلوس دي كلها منين؟ اكيد انت اللي سرقت الفلوس مننا. قال لها لا انا ما سرقتش حاجه، وقعد يضحك عليها وقفل الباب على نفسه وقعد يضحك وفاكر ان هو كده ذكي. قعد بقى يعمل الخطه ازاي يعمل حاجه يفرقع بيها الخزنه بتاعه البنك. ومامته تعبانه عماله تعمل له اكل وعماله تحضر اكل، وهو مش فارق معاه، هو مش بيفكر غير في الفلوس وبس، بيفكر ازاي يجيب فلوس يجيب بيها حاجات اكتر لنفسه، مع ان بيته حلو جدا وحاجته حلوه جدا. قال لها انا مش بعمل حاجه. قالت له ايه ده، الكتاب ده فيه حاجات عن ازاي تفرقع البنك، انت العلب بتاعتك دي فيها ايه؟ وبعدين لقى العلبه اللي فيها المتفجرات، راحت رميتها بسرعه وقالت يلا يا ابني بسرعه نجري. جريوا بس مع كل اسف القنبله انفجرت، وهو الولد راح المستشفى ومامته كمان راحت المستشفى. الولد ما بقاش بيشوف من القنبله، الازاز اتكسر على عينه وما بقاش بيشوف، ومامته كمان رجلها كمان اتكسرت ومبقتش عارفه تمشي كويس. الأم رجعوها تاني السرير وقالوا لها انت لازم تهدي على نفسك شوية عشان تعرفي تخفي بسرعة. قعدت تعيط ان ابنها، هي ما كانش فارق معاها رجلها، هو اللي فارق معاها انها تعرف تاخد بالها من ابنها. ابنها بقى ماشي عمال يحاول يمشي، بس كل شوية بتيجي تلحقه من حتة يبقى هيقع خلاص في البحيرة، اول عربية هتبقى هتخبطه، وهي عمالة تحاول تلحقه مش عارف هتعمل ايه، وهو متضايق قوي وماشي وهو متعصب وهو مش شايف، عمال يخبط في كل حاجة. خبط في كلب والكلب كان هيعضه وهي لحقت برضو ابنها وهي اللي تعضت، بس عمالة تحاول تمشي تلحق عليه عشان هو مش شايف بس هو متعصب. بتقول له اعمل لك ايه؟ قال لها اعملي لي اكل يلا بسرعة، يلا انت مش شايفة؟ عملت له الاكل، قعد ياكل الساندوتش اللي عمله له وهي كانت مبسوطة بيه. قال لها انا مش شايف الاكل، انا مش عايز اكل. وراح عمال يمشي، راح ايه، راح خبط في الترابيزه، عمال يزعق في مامته يقول لها انت السبب، انت اللي كسرتي العلبه. جه ياخد دش برضو راح وقع عشان هو مش شايف حاجه، هو حاسس ان حياته متدمره ان هو مش شايف حاجه وان مامته هي السبب في ان هو مش شايف حاجه. الام ما استحملتش ان ابنها يكون مش شايف، قالت لهم ارجوكوا ادوله عينيا بس هو يشوف وانا مش لازم اشوف. الدكتور اضطر يسمع كلام الام وقال لها حاضر، وراح ادى للولد عينين امه، والام بقت مش بتشوف وبقت رجلها مصابه. الولد بص قال انا عملت ايه في امي وعملت ايه في حياتي، وندم على كل حاجه وحشه هو عملها، لان الحياه ما فيهاش حاجه تستاهل، وان الاهل دايما بياخدوا بالهم من ولادهم. وابتدى يتغير وابتدى يحاول يسعد امه، وقال انا هعمل كل حاجه في حياتي عشان اسعد امي. وانتوا كمان يا ريت تساعدونا بان انتوا تفعلوا الجرس وتدوسوا على زرار الاعجاب وتشتركوا في القناة عشان تشوفوا فيديوهات تانية مؤثرة.